السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب كل الناس دايما بخير يا رب. اهلا وسهلا بيكم. مقر مكتبكم محطة الغردقة للاستثمار العقاري، حضراتكم محمد الدويك من مقر مكتب محطة الغردقة للاستثمار والتسويق العقاري. بسم الله الرحمن الرحيم. عايز حضرتك ترميش ودنك لأي منشور أو إعلان، عايز حضرتك دايما متفائل. شوف الناس المتفائلة اسمع عليهم، في الناس الناجحة حبهم. ابعد تماما عن المتشائمين، ابعد تماما عن أي حد يحبطك في طريقك. المحبطين للأسف موجودين وهيفضلوا موجودين في حياتنا مدى الحياة، احنا مش عايزينهم يأثروا علينا وعلى طريقنا. واخدين طريقنا ومكملين مع بعض إن شاء الله طريق الاستثمار من مكتب محطة الغردقة محمد الدويك. النهاردة بنتكلم عن حاجة كنا فيها من 3 سنين والنهاردة بقت بكام، علشان اي حد يحبطك ويقول لك فقاعة عقارية الاسعار هتنزل، العقارات راحة في سكة ضلمة داخلة في نفق مظلم، كل دي علشان يلموا لايكات وناس مش متخصصة. اي حد النهاردة عاوز يعمل لايكات، عاوز يعمل بروباجندا جامدة للقناة بتاعته او بالصفحة بتاعته، يكتب منشور علشان الناس تتلم حواليه ويقولوا له فعلا كلامك صح. وانا من مقر مكتبي بقول له فعلا كلامك كله غلط ولا يمت للحقيقة بأي شيء. تعالوا للأرقام وندرس أرقام مع بعض. هدي لك مثال صغير لحاجة في الغردقة هنا في العقارات شغلنا وتخصصنا أرض الجامعة. من 3 سنين بس كنا بنتحايل على الناس تشتري في أرض الجامعة ب70 وب80 ألف جنيه، مش تمن المتر، ده تمن الأرض كلها. كانت القطعة 150 متر من 3 سنين بس في أرض الجامعة ب70 وب80 ألف جنيه. النهاردة أم 70 وأم 80 ألف جنيه بتتباع في السوق ب1,500,000 جنيه في الأحياء الوسطى. ازاي الكلام ده يا أستاذ محمد؟ اقفل الفيديو دلوقتي بعد ما يخلص وادخل على الفيسبوك واعمل سيرش بنفسك اعلانات الفيسبوك وشوف الناس بتعلن النهارده بكام في ارض الجامعه. 3 سنين اللي كان معاه 80 و70 الف جنيه وراح مكتب البريد او راح البنك حطهم في البنك من 3 سنين كان هيديله كام فوائد شهريه على 70 و80 الف جنيه. حاجات بسيطه خالص راحت في السوق في الخضار والفاكهة أو أي مصاريف في الحياة. النهاردة 2026 بعد مرور 3 سنين لو رحت تسحب فلوسك من البنك هم 80 ألف جنيه، بل بالعكس ممكن ينقصهم، هياخدوا منك مصاريف أو أي مصاريف إدارية ممكن تلاقيهم 78 77 ألف جنيه. زميلك أو صاحبك أو صديقك أو أخوك اللي ما راحش البنك من 3 سنين وراح اشترى أرض في أرض الجامعة النهاردة بيحصد الزرعة بتاعته بيبيع ب1,500,000 جنيه. ناس كتير باعوا ونزلوا بلدهم الأصلية، عمل مشروع، منهم اتصل بيا قال لي يا أستاذ محمد أنا فتحت سوبر ماركت في البلد، والتاني عمل مشروع ثروة حيوانية، والتالت اشترى عربية زيرو واشتغل في تطبيقات أوبر وكريم، فتحوا مشاريع الدنيا بتعمر. هو ده مجال الاستثمار، هو ده تخصصي، ان انا بساعد حضرتك، هو ده دور مكتب محطة الغردقة مع كل الناس. بوجهك للطريق الصح، بوجهك لطريق الاستثمار، بقول لك على الطريق اللي يحافظ على فلوسك، على قيمة فلوسك، وفلوسك بتزيد مع الايام. تقدر تعمل مشروعك اللي كنت بتحلم بيه، ولو عاوز تكمل في الارض كل يوم سعرها بيزيد، ولا بتاكل ولا بتشرب. أأمن مكان هو الاستثمار العقاري. لو حضرتك ما عندكش مشروع تعمله أو ما عندكش أي خبرة في أي مشروع تجاري، يبقى أأمن طريق لحضرتك هو الاستثمار العقاري. الأراضي ممتازة جدا، بس مش كل أرض نروح نشتريها ومش كل موقع نروح نشتري فيه. انتوا شايفين قدامكم حضراتكم أرض الجامعة في 3 سنين كانت فين وبقت فين، والفترة اللي جاية كمان هتزيد أكتر لما كابل الكهرباء
يشتغل والمرافق توصل. أرض الجامعة هيبقى حي راقي زي مجاويش يا جماعة. أرض الجامعة دي منطقة فيلل زي مجاويش بالظبط، وقريبة للبحر. أمامك الجنب التاني شاطئ رملي بطول 5 كيلو مجاني، شاطئ الوزراء. تخيل حضرتك الصبح وانت طالع من فيلتك بالعربية 7 دقايق تكون قاعد على الشاطئ بشمسيتك الجميلة والكراسي، وتقضي يومك على الشاطئ. هناك على الشاطئ هتلاقي فيه ركوب خيل، وفيه رياضات بحرية، وفيه غطس، وفيه كل الحاجات اللي انت بتحلم بيها. بالنسبة للرخصة مفيش اي مشكلة في الترخيص. بتشوف مهندس، بتشوف محاسب قانوني، بتشوف محامي، بتشوف مكتب محترم يجري لك في اجراءات الترخيص. لو انت مش موجود في الغردقة بتاخد بالظبط وقت بين 3 إلى 4 شهور، وتكون ماسك الرخصة في ايدك، تجيب المقاول او المهندس وتطلع تبني فيلتك فورا. 3 أدوار وروف وبدروم. خالص تحياتي وتمنياتي للجميع بالتوفيق. دمتم بخير. كان معكم محمد الدويك من مكتبكم مكتب محطة الغردقة للاستثمار العقاري، متخصص في الشاليهات وفي الأراضي وفي الاستثمار العقاري في الغردقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.